السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتكم مشيوات سهلة واقتصادية. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة إن شاء الله. اليوم غنحضر معكم كيك يومي اقتصادي جدا ببيضة واحدة فقط بحجم عائلي. كتجي الكيكة بمذاق الشوكولاتة خفيفة ولذيذة بزاف ما تشبعوش منها. مكونات متواجدة في كل بيت وبطريقة جد سهلة. خليكم مع الفيديو باش تتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. واذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا اخواتي بالتشجيع ديالكم بجمل الفيديو، جزاكم الله خيرا. فبسم الله على بركة الله. كناخدو إناء كنوضعو فيه واحد رشة صغيرة من الملح مع حبة من البيض. أنا هنا استعملت حبة صغيرة من البيض، ممكن تستعملوا أي حجم عندكم، مهم تكون بحرارة المطبخ. كنضيف عليه واحد ساشي ديال الفانيلا للتنسيم، وغنضيف كاس إلا ربع من سكر حبيبات، وغنطرب هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعض وكيذوبوا ليا دوك حبيبات السكر. غتخلطوا غير بالطراب اليدوي او لا الا بغيتوا تخلطوا بالطراب الكهربائي لكم الاختيار. مهم كتميلوا هكذا الاناء باش تخلطوا مزيان لان الخليط راه قليل. من بعد ما كنخلط مزيان حتى كيولي عندي خليط بهذا اللون كيكون ابيض، كنضيف نصف كاس من الزيت نباتيه وكنعاود نخلط مزيان مزيان حتى كتنسجم ليا الزيت مع الخليط. كما كتلاحظوا من بعد ما كنضيفوا الزيت كيعقل لينا الخليط كيولي ثقيل واحد شويه. من بعد ما كنخلط مزيان كنضيف واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الموز اولا النكهه ديال الفانيلا اللي متواجد عندكم استعملوه. كما كتشوفوا كنخلط مزيان. من بعد هنايا غنضيف واحد الكاس ديال الحليب اللي يكون بدرجه حراره المطبخ. للياغورت ولا الحليب يكونوا خارجين من الثلاجه ما يكونوش باردين. كنخلط مزيان الخليط ديالي كما كتشوفوا. الان غنضيف واحد 2 اكياس ديال كاكاو المر اولا ما يعادل 14 غرام اولا ما يعادل 2 ملاعق كبيره. الا كنتو غديروا ديال العبار غير هو ديروا كاكاو نوعيه جيده باش يعطيكم مذاق الشوكولاته، لان الكاكاو ديال العبار العادي ما كيكونش فيه بزاف مذاق ديال الشوكولات، كيكون غير اللون ديالو اللي غامق. من الاحسن ديروا نوعيه جيده اولا ديروا هادو ديال الساشيات. كنغربلوه باش ما كنتحصلوش على كويرات، وكنخلطوا الخليط ديالنا جيدا باش كينسجم لينا مع الكاكاو المر. والان غنبدا في اضافه الدقيق. عندي الكاس الاول من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، يكون نوعيه جيده من الافضل وضروري ما نغربلوه. هذا الكاس الاول كاس كيهز 100 غرام من الدقيق. كنخلط الكميه الاولى ومن بعد كنضيف الكاس الثاني بنفس الطريقة. كنخلط الخليط ديالي جيدا. وفي الاخير غنضيف 2 اكياس من خميرة الحلويات، المجموع ديالهم هو 16 غرام. هنا كندوزهم في هذا الغربال هذا باش نتفادى دوك الكويرات اللي كيكونوا فيهم بعض المرات كما كتلاحظوا معايا. ومن بعد غنضيف عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الخل. كما كتشوفوا هذا التفاعل هذا ما بين الخميره والخل هو اللي كيخلي الكيك تجي خفيفه ومفشفشه ما تشبعوش منها. غير هو ضروري الخل يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تجبدوش من الثلاجه وهو بارد وتفرغوه على الخميره باش ما يخسرش لكم المفعول ديالها.
لاحظوا معايا القوام ديال الخليط في الاخير خاصو يكون بهذا الشكل هذا، لان الخليط ديال الكيك اللي كتكون فيه الشوكولاط ما كنتقلوهش كتر من القياس باش تجينا الكيكه خفيفه. بالنسبه للمول اولا القالب اللي استعملت القطر ديالو 24 سنتيمتر، دهنته بالزبده، رشيت فيه الدقيق قبل ما نخلط الكيك ديالي ودخلته للمجمد. دابا خرجته هو بارد، غنفرغ فيه الخليط وانا رافعه يدي الفوق بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للفرن كذلك سخنت عليه ملي بديت كنخلط باش كيسخن ليا الفران مزيان، وكنشعلو غير من التحت فقط. ملي كندخل الكيك ديالي كنقص عافيه مهيله بزاف بحال الشميعه، وكنخليها حتى كدوز ديك 45 دقيقه، عاد كنطلع عليها كنلقاها تنفخات وطابت. الا باقي خصها شويه من الفوق كنشعل عليها من الفوق غير 1 دقيقه اولا 2 دقائق وكنخرجها. بالنسبه للفرن الكهربائي نفس الشيء، يكون مسخن مسبقا، شعل غير من الاسفل فقط على 160 درجه. هنايا كتزيين من الفوق ديالها رشيت شويه ديال اللوز ايفيلي، ووضعت قطع ديال الشوكولاته السوداء بهذا الشكل. وهنايا من بعد ما خرجتها من الفران مباشرة لاحظوا معايا كتجي شهوة منها. من بعد ما خليت الكيك ديالي بردات واحد شويه هكذا في المول، عاد زولتها من المول اولا القالب، وضعتها في طبق التقديم، خليتها بالشكل ديالها العادي جدا، ما عاودتش زينتها بشي حاجه اخرى. نتوما لكم الاختيار، بغيتو تزيدوها هكا خطوط من الشوكولاته من الفوق اولا خطوط الكراميل، اولا تزينوها بشيء اخر، لكم الاختيار. مهم ان هاد الكيكه كتجي خفيفه بزاف، لان بزاف ديال البنات الكيكه ديال الشوكولات كتجيهم ناشفه وكتجي قاصحه، هذه راه كتجي خفيفه بزاف. وبالنسبه لداك الشوكولات اللي حطينا عليها من الفوق ديالها راه كينزل الوسط، كتجي بحال معمره بالشوكولات من الوسط ديالها، وكيبقى اختياري. لما بغيتوش ديروه راه لكم الاختيار، تزينوا غير باللوز ايفيلي هكذا من الفوق. المهم انها كتجي شكلا ومذاقا جد رائعه، كتستحق التجربه ديالكم اخواتي. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتشاركوني بالاراء ديالكم في التعاليق، قولوا لي كيفاش جاتكم. هنايا ضروري ما نقطع لكم واحد القطعه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. هنايا كنحاول نقربكم اكثر ليك الخفه ديالها، لاحظوا معايا كيفاش كتجي خفيفه، وداك الشوكولات عندها هكذا في الوسط. صراحه واحد الكيك اللي همويه مشكلطه، يا سلام، خفيفه بزاف، كتستحق التجربه ديالكم اخواتي. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم اللي كتفرحني بزاف. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.